هنعمل النهاردة صينية فراخ مشوية، بس بتركات بجد بجد هتعجبك جدا. ودي أول تركة هتعمليها تطلع لك الفراخ مشوية بجد كأنك بالظبط جايباها من الحادي. تعالي بقى معايا كده على المطبخ، نسمي الله ونصبح على بعض ونشوف بقى الفراخ الحلوة القمر دي عملناها ازاي وطلعناها بجد طعمها مشوية بحق وحقيقي. ونقول بقى ايه يا سلام على جمالها وعلى طعمها بجد تحفة تحفة تحفة. يلا بقى ندخل المطبخ ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول يا صباح الفل يا صباح الجمال يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. ونقول مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى خدت كده بصلتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، ودي فرخة كاملة. قطعت البصل فرمت البصل قصدي في الايه في الكبة، بس ما فرمتهوش قوي، يعني خليت خشن شوية، وحطينا عليه الملح زي ما انتوا شايفين كده. وتعالوا بقى على البهارات. فلفل اسود، تمام. هنحط بقى ايه؟ هنحط بقى فلفل اسود، هنحط كمان الاول ملح وفلفل اسود. خليكي في البدايه الاول ملح وفلفل اسود، وتدعكيه بقى بايديكي زي ما انت شايفه كده بالظبط. لازم تدعكيه بايديكي علشان يطلع معاكي بصله في منتهى الجمال. نبدا بقى نحط الايه التوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن 7 بهارات. هنحط كمان قرفه. حطينا الاول الملح والفلفل، بعد كده دعكناهم بايدينا، بعد كده نحط البهارات زي ما اتفقنا اللي هي 7 بهارات. حطينا قرفة، حطينا معلقة كبيرة من البابريكيا. دي مهمة جدا عشان تكونوا عارفين، دي مفيش استغناء عنها. يعني دي من التوابل في للفراخ دي بالذات، مفيش استغناء عنها. ما نقدرش ان احنا يعني نستبدلها بحاجة تانية. وهنا بقى هتحطي معلقة كركم، هتحطي معلقة كاري زي ما انت شايفة كده. وهنحط ايه كمان؟ هقولك بالظبط عشان نبقى ماشيين الايه الخطوات مع بعض. حطينا كاري، حطينا كركم، تمام. حطينا 7 بهارات. هنحط ايه تاني بقى؟ دي بقى المعلقة المهمة قوي قوي قوي. بصي بقى، معلقة البابريكا دي حاجة، والمعلقة دي اللي هتطلع لك الفراخ بتاعتك طعمها مميزة. دي اسمها ايه؟ دي اسمها سماق. بتجيبيها برضو من عند العطار، اسمه سماق. تروحي تقولي له مثلا هات ايه، هات بقى على حسب ما انت تحبي، ب5 جنيه ب10 جنيه، بس اهم حاجة تكون موجودة عندك في البيت على طول. السماق ده عايزة اقولك مزازة، طعم مميز. اللي تحسبيه احسبيه، بس جربي السماق كده على الفراخ بتاعتك المشوية وقولي لي ايه رأيك. بعد كده بقى قلبنا كل التوابل مع بعض مع البصلة اللي احنا عاملينها. طيب هنحط ايه بقى؟ ايه هنحط كمان؟ معلقة كده صغيرة من البصل البودر، وكمان الثوم البودر زي ما انت شايفة كده. يبقى بعد كده حطينا معلقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر وكل التوابل اللي انا قلتلك عليها، وكمان معلقة كبيرة من المستردة. دي بقى عايزة اقولك هتوديلك برضو الفراخ في حتة تانية خالص. معلقة من العسل، ما عندكيش عسل معلقة من السكر مفيش مشكلة. بس زي ما قلتلك جربي الايه السماق مع الفراخ المشويه. حطينا ايه؟ حطينا معلقه من الخل ومعلقتين كبار من الزيت بقى، اللي تخلي بقى التوابل بتاعتك عايزه اقولك تحفه تحفه تحفه. تتبيله حلوه قوي وجميله قوي. انا بقى كنت جايبه الفرخه قطعتها 4 تربع، وبعدين ما شاء الله كبيره وحلوه كده هتشوفوها. نعتها بايه؟ نعتها بملح، طبعا ميه وملح وسكر، وحطيت كمان معلقه مميزه تشيل كل زفاره الفراخ اللي هي ايه؟ معلقه طحينه. ايوه، حطي معلقه طحينه مع اي حاجه هتنقعيها من الطيور، وجربي بقى وشوفي الفرخه بتاعتك هتطلع بتلمع ازاي، وهتطلع من غير اي حاجه. طعم الزفاره، ريحه زفاره، معلقه الطحينه هتشيلها لك تماما تماما تماما. بس جربي معلقة الطحينة،
عايزة اقول لك هتودي لك الفراخ بتاعتك في حتة تانية، مع السكر والملح والليمون، معلقة طحينة انقعي فيها الطيور بتاعتك. هنا بقى زي ما انتوا شفتوا انا كنت طبعا مفتحة الفراخ عشان ايه؟ عشان تشرب من التتبيلة. واركنيها بقى يا ست الكل، اركنيها بقى ساعتين، 3 5 قبلها بيوم. يا سلام لو عملتيها قبلها بيوم وحطيتيها بقى التتبيله دي في التلاجة، وتاني يوم تعملي الفراخ المشويه بتاعتك لو انت عندك عزومه، والله العظيم هتلاقيهم بيسالوكي كلهم على ريحتها وطعمها. انا سبتها هنا حوالي ساعتين. تمام تمام. بصوا بقى ما شاء الله، عايزه اقولك يعني هي الفراخ بتتكلم لوحدها والله. بعد كده بقى هنجيب الصينيه بتاعتنا، تمام، وتولعي الفرن بتاعك وترصي بقى هي زي ما انت شايفه، ما حطيتش عليها حاجه تاني زي ما انت شايفه معايا الفراخ بتاعتك اهي. ونزلي بقى التتبيله القمر دي، ولا ميه بقى ولا اي حاجه، ولا تحطي عليها اي حاجه خالص. هي بقى معلقه الصلصه كده فوق الوش عشان تديها بقى لون، وتحمرها لك فوق الوش وتخليها لك قمر. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ التركايه بقى المهمه قوي. كنت انا في الوقت دوت مولعه فحمايه، وتحطيها زي ما هي، ما تخافيش طبعا الفخار ما بيحصلوش حاجه جوه الفرن. نقطه بقى من الزيت، بصي بصي بقى الدخانه، الدخنه دي بقى انا عايزه الفراخ وهي نيه تشرب بقى من الدخنه الحلوه دي. تكتميها بقى بالايه؟ بالورق الفويل. بصي هنا بقى من لخبطتي، بس الحمد لله الازازه كانت شبه فاضيه. هنا بقى بسرعه غطيها بورق الفويل زي ما انت شايفه، بسم الله ما شاء الله، واكتمي بقى خالص ويلا على الفرن. انا بقى عن نفسي بعمل ايه؟ بحطها 10 دقايق من تحت خالص على الفرن نفسه من الصاجه من تحت، وبعد 10 دقايق برفعها على الشبكه. خدت مني قد ايه؟ خدت مني حوالي ساعة وربع. ساعة وربع بالظبط عشان تكوني عارفة، ساعة وربع يا دوبك. بس يعني فتحت عليها الشواية وطلعت بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده. يعني عايزة اقولك قمر، عسل، سكر، اي حاجة. وطبعا خلاص الفحمية احنا مش عايزينها، هي قامت بالواجب بتاعها، الف شكر ليها. وهنا بقى بسم الله ما شاء الله هنبدأ بقى نجيب الايه الطبق بتاعنا اللي احنا هنرص فيه الفراخ الحلوة دي. وجربيها ومش هتندمي، بس يا رب تجربيها بالطريقة. بصي الصوص بقى عايزة اقولك طعمه مزز، طعمه مميز. طبعا الفحمة قامت بالواجب وزيادة، وطلعت لي الفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال. وجنبيها بقى رز ابيض تمام، جنبيها مكرونه بقى سباكيتي زي ما انا كنت هوريكي دلوقتي انا عامله مكرونه سباكيتي تحفه. عايزه اقول لك جميله قوي وطلعت حلوه قوي. يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. ونورتيني في قناتي مملكه نجل حجاج. ألف شكر طبعا إن انتي كملتي معايا الفيديو، وبحبكم في الله.